ما نزلتش 30 يونيو عشان يرجع يتقل بيادة. هو انا لما انصر جيشي يبقى انا كده بغلط واتمادى؟ ومصمم ليه تلخبطني بفي فرق بين جيش وقيادة؟ مصل انا متأكد ان انت ولا كنت اخوان وجماعة، وكنت بتهتف فين الجيش وتعيدها في كل اذاعة. دلوقتي خلاص بقى اسمه العسكر؟ لا ده شغل مياعة. هو في حد لسه في مصر لا جيش ولا حتى جماعة؟ لا ارجع اقول على رأي المخفي صوابع جوه بتلعب. يبقى انا لما اسكت اقول دي عيال فمسير العيل يرعب. ما اكيد مش هصبر لما تخرب ويجي اعلامي يدافع لك، ولو حتى الاعلامي مش قابض يبقى انت المدفوع لك. ومهما هتعمل ولا تهيج اكيد مش خايف منك، لان لو اتجمع 12 فبلاش لحشود تنزلك. مصر اللي بجد كبيرة عليك كفاية تبسط ذلك. حكر الوطنية للثوار ده كلام ناس غاوية تضلك. عمر الوطنية ما بتتعلم ولا تتمثل حتى. اصل وطنية زي الجرح وجيت حطيت له شطة. عمرك ما هتفهم ان الجيش من غيره ما فيش وطنية. عندك سوريا ليبيا وعراق من غير جيش في وطنية؟ اعرفوا ده احنا في نعمة، لو راحت منا مش هنلاقي المية. ولا هتعرف لما تشوف دم اخواتك بقى زي المية؟ يا ابني الجيش المصري ما عمروش يوم كان عسكر. يا ابني الجيش المصري ما عمروش يوم كان عسكر. يا ابني لو عارف كلمة عسكر قدام نفسك تصغر. يا ابني عيب ده الجيش. يا ابني عيب كل عيش. المصريين كلهم جيش. المصريين كلهم جيش. ما نزلتش 30 يونيو إلا عشان مطالبي تتحقق، وكل مطالبي في اللي اتحقق وبيتحقق وهيتحقق. يبقى دلوقتي حكمك عسكر؟ بصلي ليه بتقلق؟ وبعد ده كله بجبنك خبزك نور مصر بيشقشق. ما نزلتش 30 يونيو عشان يرجع يتقل بيادة. غير اسلوبك، طور، جدد جملك ليه متعادة. مصر لا بينجح فيها ثورات ولا حتى مظاهرة عادية إلا لما تكون من قلب الشعب. وفكر مش همجية. لو حتى هتنزل 30 قرن نتراهن لو جه 100. قوم انت وكل بلاد الكون كبر قدم المحروسة. شعب بيتحكم في التاريخ بينص دروس مدروسة. مصر اللي بجيشها حميها عليها جيوشها بالملايين. مصر اللي رب العزة اختارها هتبقى اليوم الدين. مصر اللي تاريخها تملي بيشهد اننا بني ادمين لاننا مصريين.